السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. يوم جديد وفيديو جديد. شكرا جزيلا شكرا جزيلا كل اللي اشترك وشاهد الفيديو، شكرا جزيلا إلكم. وإن شاء الله تستمتعون بالفيديوهات الجاية، أشياء بسيطة وعلى قد الإيد، لا تكلفة ولا إيش عندك بالبيت، هو يصير طبخة ويصير أكلة ونعمة من رب العالمين. ويلا نبدي الفيديو الجديد، إن شاء الله ينول إعجابكم. هاي لقطات من القيمة اللي سويتها، ما قدرت أصور بالتفصيل الممل. هاي لقطات من الثواب اللي سوينا. هاي القيمة، وهنا جينا على التمن راح نخسله. هذا التمن إن شاء الله جعله واصل من كل واحد يسوي ثواب للحسين أبو عبد الله. هاي هنا نغسل التمن غسلة زينة إلى أن يصفى مية. اعذروني، هاي لقطات من الثواب، ما قدرت أصور الثواب كامل. هنا غسلناه. أنا ما أخلي للقيمة شي، أخلي نمو بصرة وحمص ولحم بس، وطماطة ومعجون. ما نحب بيها بهارات، كل من وذوقه وكل من اللي يسويها على رأيه. احنا نحب القيمة هاي. هاي نمو بصرة ولحم وحمص، وندق للحم والحمص والثخن اللي يعجبك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل من ضاق الثواب تعجب بيه. وهذا ثوابنا للحسين أبو عبد الله. هو الثواب اللي يطلع كوب مي، الحمد لله، كل واحد وحسب مقدرته. هنا لازم بهاي المرحلة منعوف القيمة لأن تلشع بالجدر، فلازم نظل نخوط بيها إلى أن تثخن. وهنا عندي ثخنة القيمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهنا نجي على تركيب التمن، راح نحمسه للتمن. أني أحمس التمن يلا أركبه. أكو يسووا تصفاه، أكو يسووا يعني إلا طرق كثيرة. احنا طريقتنا تطبيق نسميها. راح نسوي جدرين تمن هنا بنفس الطريقة. أحمس التمن بالزيت وأضيف للمي. طريقة بسيطة، كلش بسيطة، ويطلع حباية بحبايتها. هنا دا أحمسه للتمن والزيت ونضيف المي. إن شاء الله الله يتقبل من عندنا، إن شاء الله وبإذنه، إن شاء الله الله يتقبل من الجميع. هاي لقطات من الثواب اللي سويناه. إن شاء الله إن شاء الله ينول إعجابكم. هذا الجدر الثاني من التمن، نفس الطريقة الأولى. راح أحمس التمن وأضيف المي. صلوا على النبي وآل النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي هنا وضعنا المي كفاية. هنا لحق عندي التمن، شوفوا عيني طلع حباية وحباية، ما يعجن عندي لأن أني أحمس التمن وما أضيف مية هواية، على المقدار. وهنا بدينا نوزع الثواب. إن شاء الله الله يتقبل من عندنا وبالعافية على الأكل. بدينا نوزعه. هذا الثخن القيمة اللي سويته، ما نحبها هواية ثخينة.
وإن شاء الله الله يتقبل من عندنا ومن عندكم. وهنا ورا ما خلصنا جلفنا الطباخ. لازم نجلف الطباخ ورا كل أكل على مود لا يتراكم علينا الشغل. وإن شاء الله إن شاء الله القناة تنول إعجابكم إن شاء الله وبإذن الله. ولا تنسون الاشتراك بالقناة والتعليق واللايك فضلا وليس أمرا. والله يتقبل من الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.